المنسف أكلة أردنية أصيلة ليها تاريخ كبير من أكثر من 5000 سنة، ولازم تتاكل كل أسبوع يوم الجمعة. منسف زمان الملك ميشع وهو ملك المملكة المؤابية اللي هي الأردن دلوقتي فكر في طريقة عشان يستفتي بيها شعبه في الحرب اللي مع بني إسرائيل اللي هي الدولة اللي جنبه، واللي كان دايما في حرب بين الدولتين. بس الملك ميشع كان عايز يعمل حرب على بني إسرائيل، فبدل ما يسأل شعبه هو معاه ولا لأ قرر يستعمل الأكل كوسيلة عشان يعرف ردهم، فأمر إنه يطبخ الرز مع اللحمة والجميد ويوزعهم على الشعب. ولما تسألني إيه العلاقة؟ هقولك إنه بني إسرائيل محرم عليهم اللحمة على اللبن، ولما عرف إن كل الشعب حب الأكلة نسف كل العهود اللي بينه وبين اليهود. دول تشجيل بقى. حصلت أكبر حرب مع مملكة يهود، ومن هنا جه اسم المنسف. ولما كسب الملك ميشع الحرب كان المنسف الأكلة اللي احتفلوا بيها في النصر، وبعدها بقت أكلة رسمية في أي مناسبة. في ناس طلعت قالت إنه من غير المنسف كنا لغينا يوم الجمعة، فياريت لو حد من الأردن يعزمنا على المنسف.